ده كان شكل الأرض من 250 مليون سنة. قارة واحدة عملاقة اسمها بانجيا، واللي سماها كده هو الراجل ده، ألفريد فيجنر، عالم أرصاد ألماني كان مصاب في الحرب العالمية الأولى، وقعد يسلي نفسه وهو في المستشفى وعمل نظرية وقال سنة 1922 إن الأرض كلها كانت عبارة عن قارة واحدة عملاقة وسماها بانجيا، وبعدين اتفككت على مدار ملايين السنين لحد ما وصلت للشكل اللي انت شايفه النهارده. طبعا أول ما قال الكلمتين دول الدنيا قامت وافتكروه بيهزر. قارات اللي تمشي بلاش عبط. عشان مش بس كلامه كان من غير دليل علمي يدعمه، كمان فيجنر كان ألماني والعالم لسه طالع من حرب مع ألمانيا، فده كان مخلي موقفه أضعف. كمان فيجنر كان عالم أرصاد مش جيولوجيا، يعني بيتكلم في غير تخصصه، وده خلى موقفه أضعف وأضعف. علماء الجيولوجيا قالوا هو جاي يعلم علينا في تخصصنا ولا إيه؟ كلامه ده لازم يترمي في الزبالة. وبالفعل هو ده اللي حصل. نظرية فيجنر الانجراف القاري أو كونتيننتال دريفت اترفضت تماما، وكل ما يعرضها في مؤتمر كان بيضحك عليه، رغم انه تعب وجمع شوية أدلة تدعم نظريته ان القارات بتتحرك، بس فشل انه يعرف بتتحرك ازاي وايه اللي بيحركها. ومات فيجنر سنة 1930 وهو بيحاول يعرف سبب الحركة. وبعد أكتر من 20 سنة من موته ترجع نظريته للحياة على ايد واحدة اسمها ماري سارب وواحد اسمه بروس هيزي، ودول حكيت قصتهم في فيديو القارات بتمشي، هسيبهولك في الديسكريبشن. ويثبتوا ان كلام فيجنر كان صح، ويفتحوا الباب قدام نظرية جديدة هتعرفنا القارات بتتحرك ليه وازاي، وهي نظرية الألواح التكتونية، واللي بتقول ان القشرة الأرضية مش حتة واحدة، ده أكتر من حتة بنسميها ألواح تكتونية، والألواح دي بتتحرك فوق طبقة من الصخور السايحة، والحركة دي مستمرة ما بتقفش، بتتراوح بين 2.5 سنتي ل 10 سنتي كل سنة، وعشان كده مش بنحس بيها. ودي كانت الحلقة الناقصة في كلام فيجنر. المفاجأة بقى ان بانجيا بتاعت فيجنر دي ما كانتش القارة العملاقة الوحيدة في تاريخ الأرض، دي كانت الخامسة. أيوة زي ما سمعت كده، قبل بانجيا الأرض كانت قارة واحدة عملاقة 4 مرات، اسمهم فالبارا، كينورلاند، كولومبيا، ورودينيا. وبما ان الموضوع بيتكرر والألواح التكتونية لسه بتتحرك ما وقفتش، ايه المانع ان الأرض ترجع قارة واحدة عملاقة للمرة السادسة؟ بالفعل في إجماع من علماء الجيولوجيا ان الأرض في طريقها انها ترجع قارة واحدة عملاقة تاني، وكل الشواهد والأدلة بتقول كده. المحيط الهادي بيضيق وهيتقفل، وقارة أفريقيا بتقرب من أوروبا، وبحر المتوسط بيتقفل. وفي علماء حددوا اسم القارة العملاقة خلاص وسموها أماسيا، عشان القارة دي هتتكون أما أمريكا تصطدم بآسيا. امتى بقى الكلام ده؟ من 50 ل 250 مليون سنة، يعني معانا على الأقل 50 مليون سنة نحضر نفسنا للتغيرات الكبيرة اللي هتحصل. ما هو الموضوع مش هيبقى سهل. دايما التغيرات الجذرية في سطح الأرض بيحصل معاها أحداث كارثية ممكن تقضي على معظم الكائنات اللي عايشة على الأرض. التغيير في توزيع القارات والمحيطات هيجي معاه تغيير في المناخ، وزلازل قوتها بتعدي 8 و9 ريختر، ونشاط بركاني هيغطي مساحات كبيرة من سطح الأرض، وهيطلع معاه طبعا غازات ورماد هتحجب ضوء الشمس، يعني الحياة النباتية هتتدهور، وطبعا الحيوانية هتتدهور وراها، والحياة اللي احنا عارفينها هتتغير تماما. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.